السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، مرحبا بكم في الحلقة 12 من برنامجكم الحافظ الرباني. ومعي اليوم في الاستوديو عبد الرحمن رفاعي والمتسابق محمود محمد علي. نبدأ بالفقرة الأولى في برنامجنا اليوم، فقرة المزاد. والسؤال يقول: اذكر ما تستطيع من الصور التي بدأت بنداء. يعني هناك صور بدأت بأداة النداء يا أيها خلال 30 ثانية. كم تستطيع أن تذكر؟ نعم. اثنان. تستطيع أن تذكر أكثر من اثنان؟ الريسك مع عبد الرحمن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. نعم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. نعم، إجابة صحيحة، أحسنت، والعشر نقاط لعبد الرحمن. ننتقل إلى الفقرة الثانية، فقرة الجرس. والسؤال الأول: أين ذكرت قصة أبو لهب؟ محمود. سورة المسد. سورة المسد، إجابة صحيحة. السؤال الثاني: حكم الميم في قوله تعالى عليهم نبأهم؟ إظهار شفوي. إظهار شفوي، نعم، إجابة صحيحة، أحسنت، اثنان لا شيء. السؤال الثالث: أين نزلت سورة فاطر؟ مكية. مكية، نعم، إجابة صحيحة، ثلاثة لا شيء. السؤال الرابع: ما معنى كلمة مسد؟ محمود. مما يفتل قويا من الحبال. مما يفتل قويا من الحبال، أحسنت، إجابة صحيحة، أربعة لا شيء. السؤال الخامس: ما هي السورة التي تقع بين الطارق والغاشية؟ محمود. سورة الأعلى. سورة الأعلى، إجابة صحيحة، خمسة لا شيء. السؤال السادس: أين ذكر الرمان؟ محمود. في سورة الروم. إجابة خاطئة. في سورة الرحمن. في سورة الرحمن، إجابة صحيحة، خمسة واحد. السؤال السابع: اذكر سورة تسمى باسم فاكهة. عبد الرحمن. تين. سورة التين، إجابة صحيحة. السؤال الثامن: ما هو أول نداء نزل في القرآن؟ محمود. يا أيها المدثر. نعم، إجابة صحيحة. السؤال التاسع: في من نزلت آية ذق إنك أنت العزيز الكريم؟ مين؟ أبو لهب. أبو لهب، إجابة خاطئة، والنقطة لعبد الرحمن، والإجابة الصحيحة أبو جهل، ستة ثلاثة. والسؤال العاشر والأخير: ما هي الصورة التي تلي سورة الجمعة؟ محمود. سورة المنافقون. إجابة صحيحة. والنتيجة في نهاية الفقرة 13 عبد الرحمن، 7 محمود. ننتقل إلى الفقرة الثالثة، فقرة العد التنازلي. والسؤال يقول: اذكر ما تستطيعان من المواضع التي ورد فيها قول الله تعالى يا أيها النبي. البداية مع عبد الرحمن. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. نعم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. موضوعين: سورة ايه وسورة ايه؟ سورة التوبة وسورة التحريم. أحسنت. عبد الرحمن. يا أيها النبي جاهد. ذكر الخطأ الأول. يا أيها النبي. 5 4 3 2 1. الخطأ الأول. عبد الرحمن. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. أحسنت، نعم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. أحسنت، الإجابة صحيحة. عبد الرحمن. 5 4 3 2 1. الخطأ الثاني. محمود. 5 4 3 2 1. الخطأ الثاني. عبد الرحمن. يا أيها النبي. 5 4 3 2 1. والخطأ الثالث، على 10 نقاط لمحمود. والنتيجة في نهاية الفقرة 17 محمود، 13 عبد الرحمن.
ننتقل إلى الفقرة الرابعة، فقرة في أي سورة. السؤال الأول عبد الرحمن: فسوف يدعو ثبورا، سورة سورة 5 البروج. البروج، إجابة خاطئة. سورة الانشقاق. إجابة صحيحة. السؤال الثاني لمحمود: فذاقت وبال أمرها، سورة الطلاق. إجابة صحيحة. السؤال الثالث عبد الرحمن: وكم أرسلنا من نبي في الأولين، سورة 5 4 3 2 1، إجابة خاطئة. سورة الزخرف. سورة الزخرف، إجابة صحيحة. 3 لا شيء. السؤال الرابع محتاج تركيز: فآت ذا القربى حقه، سورة الروم. سورة الروم، أحسنت، إجابة صحيحة، ما شاء الله عليك. السؤال الخامس: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، سورة الزخرف. إجابة خاطئة. سورة النمل. سورة النمل، إجابة صحيحة. 5 لا شيء. السؤال السادس: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، سورة المؤمنون. إجابة صحيحة. السؤال السابع: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، سورة طه. سورة طه، إجابة خاطئة. سورة الإسراء. إجابة صحيحة. السؤال الثامن: قال إنكم قوم منكرون، سورة الذاريات. إجابة خاطئة. سورة 5 4 3 2 1، والنقطة لا تذهب لأحد. حد عارف الإجابة؟ سورة الحجر. سورة الحجر، أحسنت، إجابة صحيحة، لكن لا تحسب لك. السؤال التاسع: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، سورة الحجر، إجابة خاطئة. سورة 5 4 3 2 1، والنقطة لا تذهب لأحد. السؤال العاشر: قل صدق الله، سورة آل عمران. أحسنت، إجابة صحيحة. ونتيجة الفقرة 8 لا شيء. وفي نهاية الفقرة 25 محمود، 13 عبد الرحمن. ننتقل إلى الفقرة الخامسة والأخيرة، فقرة تحت الضغط. مستعد؟ إن شاء الله. تايمر. تقع سورة الناس بين الفلق والإخلاص؟ خطأ. الرحمن الراء مرققة؟ صح. سورة مريم مدنية؟ خطأ. سورة الانشقاق بها سجدة؟ صح. غاسق هو الليل؟ صح. وردت قصة الثلاثة الذين خلفوا في سورة الأنفال؟ خطأ. بدأت سورة التغابن بسبحة؟ خطأ. من أسماء الفاتحة المنقذة؟ صح. ثالث أطول سورة من حيث عدد الصفحات سورة الأنعام؟ خطأ. من الآيات التي أعطاها الله لسيدنا موسى الدم؟ صح. وللأسف انتهى الوقت قبل الإجابة. ينضم إلينا المتسابق التالي، تفضل يا محمود. مستعد؟ إن شاء الله. تايمر. تقع سورة الناس بين الفلق والإخلاص؟ خطأ. الرحمن الراء مرققة؟ خطأ. سورة مريم مدنية؟ خطأ. سورة الانشقاق بها سجدة؟ خطأ. غاسق هو الليل؟ صح. وردت قصة الثلاثة الذين خلفوا في سورة الأنفال؟ خطأ. بدأت سورة التغابن بسبحة؟ خطأ. من أسماء الفاتحة المنقذة؟ خطأ. ثالث أطول سورة من حيث عدد الصفحات سورة الأنعام؟ خطأ. من الآيات التي أعطاها الله لسيدنا موسى الدم؟ خطأ. وتنتهي الأسئلة. ونتيجة الفقرة 8 إجابات صحيحة لمحمود و7 إجابات صحيحة لعبد الرحمن. والنتيجة في نهاية الحلقة 35 محمود، 13 عبد الرحمن. مبارك لمحمود ومبارك أيضا لعبد الرحمن، فلا يوجد في القرآن خاسر. في نهاية الحلقة سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.